مساء الخير. النهاردة هنقدم لكم منتج جديد غني عن التعريف، قوي جدا، أداء مميز، عالي، هاي كواليتي، حاجة بروفيشنال. مكنة فايجر موديل 226. مكنة فايجر موديل 26 هنعمل عليها ريفيو كامل، وهنشرح فيها الخطوات بتاعت التشغيل وإمكانياتها، وهنشرح مكوناتها ايه ودنيتها ايه وتفاصيلها كلها مع بعضنا في الفيديو ده. اتمنى من حضرتك انت دلوقتي متابعني انك تدوس اشتراك لو مش مشترك في القناة، وتدوس لايك، تفعيل زر برضو الجرس كمان ايضا عشان يصلك كل ما هو جديد لدينا. النهارده هنقدم لكم المنتج ده، مكنه فيجر 226. المكنه دي امكانياتها عاليه جدا. هنحكي عن الامكانيات كالاتي. المكنه دي بتديك شغل 270 دقيقه، بتديك شغل 270 دقيقه. تصلح للصالونات، يعني بحسبه بسيطه 270 دقيقه بتتكلم في حوالي تقريبا 4 ساعات شغل. فمكنه عاليه جدا في الاداء. 4 ساعات شغل على شحنتها، وبتاخد شحن كمان 3 ساعات شحن. تفويلة الشحن بتاعتها من 1% لغاية 100% بتاخد 3 ساعات بس. هنحكي عن المنتج بكل مميزاته طبعا خطوة بخطوة. أيضا من أحد إمكانياتها المكنة دي إنها عليها مشاط عالية، مشاط بروفيشنال، مشاط الأطقم والمشاط بتاعتها جامدة جدا. هنفتح المكنة مع بعض ونشوف الدنيا بتاعتنا عاملة ازاي. وبتاجي بلونين المكنة، اللون الذهبي زي ما انتم شايفينه، واللون الفضي. تمام. المكنة دي شحن، وتصلح للصالونات والاستخدام الشخصي. تصلح للصالونات والاستخدام الشخصي زي ما انتم شايفين كده. نفتح مع بعض المكنة، حاجة بروفيشنال عليها خالص، حتى علبتها مميزة. ودي المكنة شكلها شاسيه كفر معدن. شاسيه كفر معدن دي من احد مميزات المكنة. يعني هنعمل ريفيو كامل عليها ونتفرج على امكانيات المكنة. يعني بسم الله ما شاء الله. يعني شايفين المكنة لا يعني المكنة جميلة، حتى ليها ماسكة. شايفين الماسكة الخلفية هنا لو ظاهرة في الكاميرا كويس؟ يعني شايفين المكنة مميزة جدا جدا جدا، هايلة بروفيشنال. يعني المكنة قوية. تعالوا نتفرج على السلاح كمان. ده واقي للسلاح من الصدمات عشان تحافظ عليه. تمام. بحيث هتركنها تحط الواقي الكفر ده بيحفظ السلاح من الصدمات. تمام. ده السلاح بتاعها. مفتاحها لانكي، حتى المسامير بتاعتها من البروفيشنال والجودة والكواليتي بتاعها. المسامير جاية الانكي، مفاتيح الانكي زي ما انتم شايفين كده وظاهرة في الكاميرا. السلاح قوي جدا، سلاح قوي، جبار جبار جبار. يعني السلاح بسم الله ما شاء الله. لو ظهر كمان في الكاميرا كده، السلاح جبار فعلا، هاي بروفيشنال. مكنة تستحق انك انت تقتنيها وتجربها وتشتغل بيها. تمام. السلاح ده يا اخوانا قابل للسن. يعني السلاح بعد شغله معاك في الصالون عدد مرات واشتغلت بيه، السلاح تلم بيتسن، مش بيترمي ولا المكنة بتترمي ولا اي حاجة. السلاح بيتسن، سلاح كليبر، سلاح هاي بروفيشنال. هنا ده الدراع بتاع درجات.
وهنسمع مع بعض التكات. لو الصوت واضح عندكم، كل تكة بملي درجة في السلاح في لغاية لما بتنزل لدرجة النص. يعني لو ظهر معانا في الكاميرا كده كل تكة السلاح ده بيرجع لورا. شايفين فرق السلاح من بعضه؟ لو ظهر في الصورة أو في الكاميرا بمعنى صح، فبيديك التكة اللي انت عايزها براحتك. يعني في امكانيات في المكنة بالتكة بالشعراية، يعني ملي 2 3 4 بالشعراية. يعني ايه؟ تكة 2 3، كل تكة من دي بملي ملي ونص، بتديك التدريجة والأداء اللي انت عايزه في الدرجات اللي انت شغال بيها. طيب دي من أحد إمكانيات المكنة. المكنة دي كمان فيها شاشة ديجيتال. الشاشة دي بتعدل لك الشحن بتاع المكنة من 1 ل100. كمان فيها ايه كمان؟ السوكت هنا أول ما بتوصل السوكت لمبة بيان الحمراء بتظهر هنا، لمبة فيشة على صورة إضاءة حمراء، فبتوري لك إن المكنة دلوقتي بتشحن. زائد كمان في لمبة صفراء بتبقى جنبيها هنا بتدي لك إن المكنة عايزة تزيت، يعني إلكتروني في البوردة الإلكترونية خصائص مميزة موجودة كإمكانيات للمكنة، بتقول لك إن هي المكنة دلوقتي الآن محتاجة إنها تزيت، فتحط لها الزيت بتاعها. دي من أحد الإمكانيات بتاعت المكنة، من أحد الإمكانيات بتاعت المكنة. تمام. هنشغل المكنة مع بعض ونسمع صوتها الجميل الجميل، صوتها الجميل. شايفين أول ما شغلت اللمبتين هنا نوروا، لمبتين حمر، واحدة زي ما قلت بتاعت السوكت بتاع الشحن والتانية بتاعت التزييت. لو قعدت تنور اللمبة بتاعت التزييت معناها كده إن هي عايزة تزيت. ده مستوى الشحن زي ما انتم شايفين 99%. الصوت حرير، الصوت حرير، الصوت حرير ناعم جدا. مكنة جميلة وسلسة في اليد، مفيش أجمل من كده. المكنة فعلا بروفيشنال، إمكانياتها عالية قوية 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 يعني. شايفين التصميم؟ حتى العلاقة بتاعتها واسعة، تقدر تدخلها في أي مجال تعلقها فيه أو تنزلها سقطها في المسند اللي هو نظام المخدع كده بأي شكل أنت عايزه. وميزة إن المكنة تكون شحن إنها بتبقى سلسة في إيدك كصنايعي محترف أو حلاق في صالون محترف. دي بتدي لك نسبة في السرعة والاحتراف والجودة والهاي كواليتي في الشغل بتاعك أعلى وأحسن كفاءة. مكنة أتمنى إن الكل يقتنيها. تمام. ده بالنسبة لتشغيل المكنة، وده المفتاح بتاع الباور بتاعها. أعتقد كده إحنا يعني اتكلمنا على مستوى الشحن إن هي بتشحن في خلال 3 ساعات وبتدي لك شغل 270 دقيقة، يعني بواقع بنتكلم في حوالي 4 ساعات وشوية ممكن. تمام.